3 كليات الاعلام، انا معايا ماجستير في الصحافه، وانتخبت الحمد لله عضو مجلس الشعب، وانتخبت رئيس لجنه الثقافه والاعلام ونساء مجلس الشعب، وانتخبت عضو مجلس اداره نقابه الصحفيين، وانتخبت عضو مجلس اداره الاتحاد الافرو اسيوي للصحافه، وانتخبت عضو مجلس اداره نادي الزمالك وليا الشرف، وانتخبت عضو مجلس اداره جمعيه كتاب واعلاميه وفنان الجيزه، حاجات كتير قوي. ويمكن عايز اقول الراجل ده الشهر مرتضى منصور، بدايه المعرفه كانت خلافات معاه، كنا مختلفين تماما. لما شرفت وزميلته في عضويه مجلس الشعب، اقسم بالله لقيت قلبه بلون شعره رمادي، لا بس هو ابيض يعني. راجل فعلا يعني كتير قوي يقول لك ده عصبي ده، لكن اكتشفت ان هذه العصبيه غيره على الشيء اللي هو فيه، عاوز الحاجه تتعمل بسرعه يعني. ولذلك يعني اثق ان شاء الله ان انتوا هتشوفوا، اتمنى من الله مش لوحدنا ابدا، مش المجلس اللي هينجح، ربنا يوفق من يصلح لاداره هذا النادي. اولا يعني معظم المرشحين، كل المرشحين ناس اكفاء وناس محترمين ومسؤوليتكم صعبه، لكن تستطيعون ان تختاروا المجلس القادر على الانجاز. وبأمانة ربنا أرى أن هذا الرجل لو ربنا وفقه ووفق معه المجلس، نادي الزمالك هيعود لمجده. نادي الزمالك إن لم يكن الأول فهو ضمن أكبر ناديين في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. وعيب قوي الله يرحمها ام كلثوم قالت الزمالك هو نادي الفن وانا فنانه، يبقى طبيعي ابقى زملكاويه. محمد عبد الوهاب اللي النهارده بنحتفل بذكرى ميلاده الله يرحمه قال يا سلام، هو في بعد نادي الزمالك فن؟ هاتوا كل الفنانين 99% منهم هتلاقيهم زملكاويه بيحبوا الفن، وده نادي الفن. انا مش عايز اطول عليكم عشان نسمع بقيه الزملاء. انا بدعوكم ان تتقوا الله وتختاروا الاصلح، لا تجاملوا انا مش هقول لكم بتخبوا فلان ولا ابدا. اتقوا الله واختاروا. نادي الزمالك نزل لمستوى مش انتوا ابدا، ده انتوا صفوه المجتمع، انتوا صفوه المجتمع. ولازم يكون نادي الزمالك على مستوى ادارته وعلى مستواكم، مستوى خدماتكم. لعيبته يعودوا لمكانتهم. والله العظيم اروح المغرب يقول لك الزمالك يا سيدي، الزمالك هذا فريق عملاق، هذا فريق جميل. شوف المغرب دي على المحيط الاطلسي في اقصى شمال غرب افريقيا، لكم شعبيه هناك اكثر من مصر. فان شاء الله ادعو الله بتعاونكم ووقوفكم مع مجلس الاداره اللي ربنا هيوفقه، هيرجع نادي الزمالك زي ما قال الاستاذ احمد والاستاذ مصطفى والاستاذ احمد، هيرجع ادوا النادي